السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الليلة حنعمل معاكم سمبوسة أو ملفوف آه الأصابع، وحنعمل مقلية وسمبوسة. دي طبعا سمبوسة رول. في منها في منها ورقيات كبيرة، ممكن طويلة يعني حتكون أطول من هذه. وحنعمل سمبوسة وحنعمل مقلية أو لقيمات على السريع، يعني كلها ما بتاخد وقت. أجيب الرول ده وأحشيه جزر وجبنة أو لحمة مفرومة أو أي حشوة انتي ترغبيها، وأحشيها وحمريها على السريع. كده حشيناها، حوريكم الحشوة بالجزر والجبنة، حوريكم الطريقة. يعني ما بتاخد وقت في التسريع، في ما بتاخد وقت أقصد في تحمير، سريعي ما شاء الله تبارك الله. أوريكم الحشوة. عندي هنا جزر مبشور وفلفل اختياري، فلفل حار. إذا ما عايزة خلاص يعني ممكن تستغني منه، وجبنة بيضة. ممكن تحطي فيه بازيليا اختياري، أو ممكن بطاطس مسلوق. إذا ممكن عايزة تحطي بطاطس مسلوق مع جزر مبشور برضو ممكن، يعني بدون الجبنة. أو ممكن جبنة كيري مع الجزر ممكن، أو بدون جزر. الحشو اختياري، بس انتي الورقيات هذه تجيبيها في ورقيات أكبر، ممكن تلفيها أصابع طويلة، أو تجيبي دي تلفيها أصابع قصيرة. عملناها قبل كده طبعا. تلفي العجينة وتطويها من الأطراف عشان لا تنفتح. تلفيها لفة وأطويها كده من الأطراف. السمبوسة ولا أقلي يعني حسب انت حوجتك. إذا كان أسرتك قليلة أقلي كمية قليلة، والباقي فرزنيه. ممكن تقليه اليوم التاني بس عشان لا يكون كتير وينكب. أقلي قدر حوجتك. كده أنا خلصت طبعا القلي هنا، وأوريكم قلي السمبوسة كمان. حتى السمبوسة القلي حقته يعني سريعة، يعني لازم تنتبهي يعني في القلي ما ياخد وقت كتير. كده ممكن تقدميها زي كده. شوف أنا حاقلي السمبوسة، شوفوا كيف ينقلي سريع ما شاء الله، يعني ما ياخد وقت مرة.
حتى هذا الرول يعني ما ياخد وقت كتير، أكتر من 5 دقايق. يعني أول ما تحطي واحدة تلقي التانية خلاص اتحمرت. شوفوا كيف ما شاء الله، تخلي لونها ذهبي كده حلو. ونقلي على حسب حوجتنا. يعني القلي عاوز يعني انتباه مرة. لأنه لو بطأت يعني في القلي هتلقي التاني يتحرك، عشان كده لازم تنتبهي مرة. وكده خلصنا القلي، ونجي نقدمه كده. هنجي نعمل مقلية سريعة. نجي نحط هنا خميرة، نحط 2 ملعقة خميرة. ونحط فيها كاسة ماء دافي. ونخلط مع بعض. في الماء الدافي يعني تحطي فيها نص معلقة سكر، وتخلطيه مع الخميرة، وحطي كاسة دقيق. حطي كاسة دقيق مع كاسة ماء دافي، نص معلقة سكر، واضربيه تمام وخليه يتخمر لمدة نصف ساعة. إذا كان الجو بارد عندك مرة حطي 2 ملعقة ونص خميرة. إذا الجو معتدل عندك 2 ملعقة تكفي عشان يتخمر بسرعة. نجي نغطي عليه بإحكام. بعد نص ساعة شوفوا كيف ما شاء الله اتخمرت. نحط نص كاسة نشا، نص كاسة نشا، ونحط معلقة صغيرة باكنج باودر. ونحط نص كاسة صغيرة زيت. الكاسة الصغيرة حطي نص يعني، لا تكترين. ونحط كاسة الدقيق التانية. طبعا حطينا أول كاسة. ونخلط مع بعض. وحطي مع الطحين نص ملعقة ملح.
أو ملعقة صغيرة، بس القوام كده مظبوط. حنغطيه ونخليه يتخمر لمدة نصف ساعة تانية. لازم تغطيه كويس حتى لا يدخل الهواء عشان يتخمر بسرعة. وبعد يتخمر نجي نقلي في زيت حار. كده نمسك العجينة كده بيدنا التانية ونقطعها بالملعقة كده عشان تطلع دواير وحلوة. زي كده قربت لكم الكاميرا. حطي ملعقة في الزيت عشان تنزل معاكم العجينة بسرعة، بس لا تحطينها في الزيت الحار عشان لا يرزق العجين في الملعقة. حطيه في زيت بارد. وكده لين تخلص الكمية. ما شاء الله كاستين ونص مع النشا يعتبر. الطحين كاستين، يعني ما شاء الله تعمل كمية كبيرة. يعني إذا انتوا أفراد عائلة بسيطة يعني مثلا تحطي كاسة واحدة تكفي، لأنه الكاستين مرة كتير. نجي نحمره لأنها منتفخة ما شاء الله. نجي نقدمه في صحن كبير أو صحن صغيرة حسب الرغبة. شفتوا ما شاء الله كل الكمية دي كاستين طحين ونص كاسة نشا، واتخمرت يعني حوالي ساعة نص ساعة أولى ونص ساعة تانية، يعتبر ساعة. صحة وعافية. ادعموني بلايك واشتراك إن كان عجبكم الفيديو. لا تبخلوا علي باللايك والاشتراك، يسعدني اشتراككم. صحة وعافية. مع السلامة.